عايزة نعمل أجمد ستريبس ممكن تاكلوها وبأسهل تتبيلة بطريقة خطيرة وقشرة متماسكة مقرمشة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين، مع شوية رز ريزو قمر مش هياخدوا منكم وقت ولا مجهود، وهتشوفوا النتيجة الجميلة الحلوة جدا اللي انتوا شايفينها. بصوا الطبقة القرمشة اللي بره أحلى من الجاهز. الرز مفلفل واخد لون خطير حلو جدا، برز مصري عادي خالص، ولا بسمتي ولا افتكاسات ولا حاجات كتير قوي مش هتبقى موجودة عندكم، مع شوية بطاطس بقى بتتبيلة لطيفة هتعجبكم جدا وهتحبوها، وولادكم عايزة اقول لكم هتبطلوا تشتروا تاني من بره. يلا بينا نشوف مع بعض عملناه ازاي. ده الستريبس بتاعي اللي احنا كنا متبلينه مع بعض ومجهزينه في فيديو التحديثات، لو الفيديو موجود عندكم تقدروا تسمعوه. حطيت هنا معلقة من الدقيق كبيرة بس مش اكتر، ببتدي ان انا اصفي التتبيلة بتاعتي اللي جوه الفراخ واخلطها مع معلقة الدقيق، وبعدين هننزل بالستريبس وبنقلبه. احنا هنا يدوب بنعمل طبقة تغليفية للقطع الستريبس بتاعتي علشان تبقى متماسكة والخلطة بتاعتنا تمسك عليها وتبقى مقرمشة وحلوة جدا. هنا في بولة تانية عندي فاضية، عايزة اقول لكم التتبيلة دي حرفيا خطيرة. عندي 3 معالق كبار من الدقيق، ممكن اي نوع عادي نستعمله، لو مش متوفر ممكن نخلي كله يعني بقسماط بس. عندي 3 معالق هنا من الفيجيتار المطحون بارد. اصلا الفيجيتار زي ما انتوا شفتوا بيبقى في قطع كده فيجيتار اللي هو كريسب، وعندي كيس من الدوريتوس اللي هو الحار. اخر حاجة عايزة اقول لكم مش هيبان في الطعم، مش هيبقى حراق او مشطشط عشان الاطفال ولا اي حاجة. لو مش متوفر نقدر نستبدله باي كورن فليكس او اي رقائق الذرة اللي هي متوفرة عادي جدا عند العطار. ببتدي ان انا احط الكمية بتاعتي، ولكن مرتين علشان اتأكد انه كلها اختلطت مع الدقيق. مرة تاني بقيت الكمية بضيفها برضو بقلب كويس قوي. طبعا انا هنا مش بحط اي توابل لان الفيجيتار بتاعي منكه والدوريتوس او رقائق الذرة بتاعتي بتدي تدبيل. بصوا بقى انا يدوب بقلبها مش بعمل اي حاجة، انا بحط القطعة وبقلب. بصوا تاني عشان تشوفوا ازاي اتعملت، احط القطعة وبقلب. اصلا الحركة دي لوحدها بصوا اصلا شكلها هي نية تحفة، الطبقة مقرمشة رهيبة جدا حلوة قوي، هتفرق معاكم مش هتفرق قوي عن الجهاز، هتفرق معاهم في تشكيلها ولكن هتبقى تحفة. هنا لما خلصت الكمية بتاعتي اخر واحدة بصوا يدوب ضغطة خفيفة بالمعلقة وبقلب. عايزة اقول لكم حرفيا خطير. الخطوة دي انا دخلتها بعد ما انا سبتهم، دخلتها التلاجة حوالي 10 دقايق في الوقت اللي انا هكون بحضر فيه الرز بتاعي. عايزة اقول لكم اصلا بصوا شكلها وهي نية خطيرة خطيرة. في الوقت ده هنحضر الرز على ما الفراخ بتاعتنا ترتاح شوية في التلاجة. عندي بصلاية وسط هبتدي ان انا اشوحها لما تاخد لون مكرمل كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى عندي معلقة كبيرة فلفل، ورقة ماجي، ملح، كزبرة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كاري وكركم، من كل حاجة ربع معلقة. عندي تقريبا معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. عايزة اقول لكم الحاجات دي بتخلي لون الرز تحفة، بتاخده في حتة تانية. عندي نص كيلو من الرز المصري مغسول ومنقوع حوالي 10 دقايق، ببتدي ان انا اشوحه تشويحة خفيفة خالص مع البصل والتوابل بتاعته. عايزة اقول لكم البصل ولا لونه هيكون غامق ولا هيبقى ظاهر معاكم ولا اي حاجة. هنا لكل كوباية من الرز كوباية من المية، بما ان ده رز مصري البصل ده اللون بتاعه هيروح جوه المية، الرز هيشربها، هتسوي الرز عادي جدا ولا هتبقى ليها اثار اساسا، ولكن هيفرق معاكم في الطعم. هنا بعد ما طلعت الفراخ بتاعتي او الستريبس بتاعي من التلاجة، ببتدي ان انا اجيب عندي مية باردة وبحط فيها كل قطعة وارجع تاني بقلبها. تقدروا تكتفوا باول خطوة علشان تبقى طبقة رقيقة لو انتم مش بتحبوا طبقة المقرمشات اللي من بره، ولكن انا الولاد بيحبوها فحبيت ان انا ازودها علشان تبقى غنية كده وتقرمش وتبقى حلوة معايا. ببتدي زي ما انتم شايفين كده بصوا بتطلع قمر. عايزة اقول لكم حاجة كده بقليها في زيت ساخن المفروض. بصوا بقى قمر ازاي. الزيت بتاعي انا في الوقت ده سخنته، انا بس الكام فصل في اول مرة. عايزة اقول لكم اصلا وهي خارجة فظيعة.
تاني هحط معاكم مرة تانية. الزيت عندي ساخن كويس قوي، ببتدي ان انا انزل القطع بتاعتي. مجرد ما بتبدأ ان هي تاخد لون ببتدي ان انا اقلبها على طول علشان الطبقة بتاعتي تكون متماسكة كويس قوي وتفضل مقرمشة ومحافظة على القرمشة بتاعتها، ما تطراش او ما تفصلش منها. زي ما انتوا شايفين انا يدوب بقلب على طول. الاحسن ان انتوا تقلبوا كتير. لما تقلبوها مرة واتنين اولا هتبقى مستوية كويس وفي نفس الوقت هتبقى متماسكة. في الوقت ده انا بحمر البطاطس بتاعتي. البطاطس علشان تبقى معاكم زي الفارم فريتس بالظبط او اللي هتبقوا مفرزينها، بنحمرها نص تحميرة نص قلية بالظبط. بنسيبها في الفريزر من 10 دقايق لربع ساعة ونرجع نحمرها مرة تانية. عايزة اقول لكم بصوا القطع اصلا، شوفوا شكلها وهمي قد ايه. الخلطة بتاعتي متماسكة، ما فكتش مني في الزيت، ما خدتش اي وقت، ما فصلتش ولا اي حاجة من دي. بصوا عاملة ازاي، خطيرة حلوة جدا. جربوها على ضمانتي، هتبقى متماسكة قوي معاكم وهتبقى حلوة جدا. الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين كده قمر، طلعت جميلة. قدمته مع كاتشب وشوية قطع من الستريبس بتاعنا اللي عملناه. البطاطس بتاعتي عايزة اقول لكم التوابل بتاعت كنور حرفيا بتديها طعم تاني وبتاخدها في نقلة تانية. طلعة جميلة وخفيفة على القلب، مش هتاخد منكم اي وقت. الكاميرا بس الولاد علشان كانوا مستعجلين من كتر ما قد ايه كانت حلوة خالص. ولايك وشيري حلوين لو عجبكم الفيديو.